السلام عليكم ورحمة الله متابعيني يا حلوين. بصوا النهاردة هعمل لكم حاجة لبتوع الدايت ولينا برضك نحبها. بص، عبارة عن بطاطس بتسلقوها بقشرتها، بس تسلقوها نص سوا او 3/4 على حسب ما انتوا عايزين. مش تاخد معاكم ايه. معانا هنا ايه؟ ربع كوباية زيت. معانا التوابل بتاعتنا بقى ملح، توم باودر، بصل باودر، كاري، كركم، كمون، بابريكا، زعتر. يلا بينا نحط البطاطس بتاعتنا. فين؟ نجيب الاول الطبق بتاعنا عشان نعمل ايه، نحط فيه التتبيله. بص بقى، هنحط الزيت، يعني سهل مفيش حاجه يعني مشكله. ونحط كل التوابل بتاعتنا كلها 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 ونقلبها كده اهو. نقلب نقلب، بصوا كده. وطبعا بصوا احنا قلبنا كل التوابل والزيت اهو زي ما انتوا شايفين. نعمل ايه بقى؟ نحط البطاطس بتاعتنا كلها، وممكن ما نحطهمش هنا، نحطهم اصلا هنا اهو، هنا اوسع. بصوا كلها كلها. هقلب بقى كل البطاطس في التتبيله بس جوين، عشان هقلب التتبيله كلها. بصوا بصوا كل التتبيله عشان تاخد كل ايه، البطاطس كلها التتبيله بتاعتها. هي الربع بس الزيت اللي انا قلت لكم عليه. بصوا كده نقلبها كده. بصوا هي مش تاخد معانا سوا. نجيب بقى ايه، بصوا بقى معايا، نجيب الصينيه بتاعتنا. نحط ايه؟ نحط كله 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 ونفرد بقى. افردي كده. كنت عايزه اقول لكم حاجه. انتوا دلوقتي كل يوم نقول هنعمل ايه. في ناس بتفكر تعمل ايه، مثلا اكل هنعمل ايه الصبح. ليه ما تفكري من بالليل؟ فكري كده وانت بتتعشي، بتشربي كوبايه الشاي، بتشربي كوبايه القهوه بتاعتك، بدل ما تتعبي نفسك الصبح في التفكير. يا دوبك هتفطري وتشوفي هتعملي ايه. ده انت حتى لو هتعملي فول بالطماطم، فكري من بالليل، ما تتعبيش مخك. هو احنا ناقصين؟ بصوا كده خلصناها. وناخد برضك الحبه اللي ايه، بصوا ناخد كل اللحوسه اللي هنا. خليكم معايا ما اخد كل اللي موجود كده. خدت كل اللحوسه اللي في الطبق، مش معقول هنسيبه، ودي كلها مقاديرنا. بصوا بقى، زي ما قلت لكم فكري من بالليل. هتتعبي نفسك ليه؟ احنا نستاهل ان احنا نريح نفسنا. هتصحي الصبح اعمل فطار بعد ليه نتعب نفسنا؟ بصوا بقى، دي بطاطس دي الاطفال والكبار يحبوها. مش هنحط زيت تاني، خلاص. انا دهنت بس الصينيه زيت، حاجه بسيطه كده. والزيت اللي احنا حاطينه بالتوابل بتاعتنا تكفي. ندخل دي بقى الفرن. يلا بينا. وادي البطاطس في الفرن، ومعاها كفته كانت معايا كنت انا عاملاها لكم قبل كده، هنزلها لكم في صندوق الوصف. قلت تبقى كل حاجه ايه، مشويه، حاجه خفيفه مش هتوقفك في المطبخ. ما فيهاش حاجه لما انت تعملي كفته مثلا بالليل وتقسميها، تيجي في الحر ده تطلعيها مع شويه بطاطس شويه مكرونه اللي انتوا عايزينه. يلا بينا. وادي البطاطس بتاعتنا خرجت من الفرن، وكان فاضل كام كفته حطيتهم معاها. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. مش هتوقفك في المطبخ كتير، هي دقايق. الكفته انا قلت لكم اقول لكم طريقتها تاني وانزلها لكم في صندوق الوصف. والبطاطس ما فيهاش اي حاجه، شويه توابل وربع كوبايه زيت وبقت احلى. جنب بقى مكرونه، سندوتشات، عيش جنبها، اللي انتوا عايزينه. ما تنسوش ايه، تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه. وكفايه عليا انتوا ايه متابعيني. سلام عليكم.